الحلم بتاعك ساعتها ان انت تبقى التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره، ولا نادي خاص، ولا الزمالك؟ اكيد اهم حاجه بالنسبه لي الزمالك. اه. الزمالك طبعا. يعني انت ساعات بتقعد تحكي تقول نفسي مثلا امسك ابقى بتاع وينجح وياخد الدوري وياخد البطوله وانت ماسك وبتاع وتبقى انت مسؤول في النادي، انك عايز اي نجاح تنسب لنادي الزمالك تكون انت فيه يعني. فطبعا نادي الزمالك اكيد يعني. نادي بس الزمالك هي نمرة واحد. موضوع انا سمعتك كذا مره في فكره السبورتس دايركتور ميدو، هي فكره محترمه جدا، كويسه جدا جدا. بس هي المشكله عارف ايه؟ يعني ما بحبش ايأسك او يعني عارفك دايما انت عندك طموحات كبيره. طب هنعمل ايه؟ بس انت انا هو احنا بجد بنخترع انا بقول العجله؟ لك في والله ناس نجحت انا كده. عارف ان انت عندك طموحات. هعمل ايه طيب؟ بس انا اشتغلت الشغلانه دي في الديتيلز بتاعتها، فبشوف حاجات ساعات ممكن انا عارف انت من بره بتبقى شايف ان دي سهله تتعمل ومفروض تتعمل على فكره، وده الصح يتعمل. بس انت لما تيجي تبص هنا على عقليه الناس اللي بتمسك في انديه وتقول لهم انا هجيب حد هو اللي هيبقى مسؤول عن كل حاجه، وهديله بندفع 100 مليون 150 مليون بادجت مدرب على لعيبه، هو ده اللي هيجيب كل حاجه. لو هم 25,000 دولار بالكتير هتجيب تكنيكال مش قصدي دايركتور على بروفيشنال. الفلوس اللي هو بياخدها، انا قصدي على ان انا البادجت اللي معاك اللي يعني. انا كمجلس اداره زمالك، اهلي، اتحاد، اسماعيلي، اي حد، المجلس ده اللي فيه واحد وجنبيه 9 أو 8 قاعدين، هيجيبوا حد يقولوا له خد 150 مليون جنيه هات لنا انت المدرب وهات لنا لعيبه وحاسب عن المشاريع. اه بالظبط. انا مش انا بقول لك مفيش حد في طب مصر ليه؟ بالعقليه دي. ليه؟ انا بقول لك